لو شقتك اتزقت عليكي تفضلي مكمله فيها علشان العشره، ولا تعملي ابجريد وتشوفي مكان اكبر؟ اوقات كتير لما بنسيب مكان مش علشان المكان ده وحش خالص، بس ممكن نكون احنا كبرنا عليه. لما وعيك بيزيد، دخلك بيزيد، والكارير بتاعك بيكبر، يبقى مش سهل ان احنا نفضل محتفظين بنفس الاشخاص اللي كانوا في حياتنا زمان. وده لان في منهم هو مناسب قوي للشخصيه القديمه اللي كانت ممكن تقبل ان حد يتنمر عليها في شكل هزار يقلل من مجهودها، بس الشخصيه الجديده اللي عملت كل الترانسفورميشن ده، وجود الاشخاص دول في حياتها هيبقى تاثيره سلبي ومش هيساعدها انها تكمل الجروث بتاعها. وهنا بيجي وقت القرار الصعب واللي انا مديونه بيه لنفسي عشان اقدر اكمل نجاح والتطور اللي انا شغاله عليه. اسالي نفسك دلوقتي، العلاقه العاطفيه والعلاقات الاجتماعيه اللي انت فيها، لو كنتي لسه متعرفه على الاشخاص دي، كنت هتحسي ان هم جود فيت فور يو؟ هم دول الاشخاص اللي المايند سيت بتاعتكم قريبه من بعض، اللي هيبقى فيه كومن جراوند تساعدكم ان انتوا الاثنين تجروا؟ العشره مش سبب كافي. الاشخاص ممكن يبقى تاثيرهم سلبي علينا ان تديهم اكسس للنسخه الجديده منا اللي تعبنا فيها قوي.